لارج كيك، الكيكة الترند على التيك توك. هنعملها بقى في البيت بطريقة سهلة جدا بدون أدوات، هنستخدم بس هراسة البطاطس دي هقول لكم هنعمل بيها. يلا نبدأ على طول. تعالوا نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك ومتابعة لو أول مرة تشوفوني. نبدأ بقى بعمايل الكيك. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وكوباية إلا ربع من السكر وفانيليا. هخلطهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي حوالي 4-5 دقايق لحد ما السكر يدوب واللون يفتح والقوام يبقى كريمي بالشكل ده. هضيف عليهم ربع كوباية حليب وربع كوباية زيت وهخلطهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هكون محضرة معايا كوباية من الدقيق المنخول وعليهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى ومعلقة صغيرة مليانة هرمية من البيكنج باودر ورشة ملح. هخلط كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا في الأول وبعدين هرجع أضيفهم بقى على خليط الكيك لحد ما الدقيق يختفي كده وما يكونش فيه أي تكتلات ويبقى القوام بالشكل ده. كده خلصت الكيك. أنا في الوقت ده طبعا مسخنة الفرن درجة حرارة سواء الكيك عندكم سواء 180 أو 200 حسب الفرن عندك. والصينية أنا مبدراها بالسمنة وبالدقيق واحط بقى فيها الخليط كده واسويه خبطتين وادخله على الفرن. مش بيغيب، بياخد من 15 ل 20 دقيقة لحد ما تجربيه بالسكينة ويطلع نضيف. الكيكة لوحدها حلوة جدا كده زي ما انتوا شايفين. المفروض بقى ان احنا بنسيبها تبرد وبعدين بنقطعها بقطعها بشكل بيضاوي. انا بصراحة ما كانش عندي، قعدت ادور ما لقيتش غير هراسة البطاطس دي. ابتديت احطها كده واعمل بيها علامة وبعد كده احاول اسلكها واقطعها كده بالسكين. عملت معايا 8 قطع. وطبعا انتوا واخدين بالكم ان الصينيه رفيعه علشان الكيكه تبقى مفروده فيها وبالشكل ده ما تكونش تخينه، انا مش عايزاها عاليه قوي عشان كده استخدمت صينيه كبيره. بصوا شكل الكيكه عامل ازاي كده. تمام. تعالوا بقى نحضر تاني حاجه وهي الجناش، وده انا عملته معاكم الفيديو اللي فات ومفروض ان احنا بنحضره الاول. عباره عن نص كوبايه من اللبن، معلقتين كبار كريم شانتيه بودره، معلقتين زيت. بقلبهم على البارد وبغليهم على النار وبنزلهم على 200 جرام من الشوكولاته. دوبهم بقى مع بعض وهغطي عليهم وادخلهم على التلاجة. في الحالة دي انا مش محتاجة ان هي يجمد قوي، انا هخليها بس من ساعة لساعتين في التلاجة، مش هغيب عليها. بس طبعا لازم تكون مغطياها بكيس بالشكل ده. هاخد بقى الكمية اللي انا عايزاها كده. بصوا بقى القوام بيبقى عامل ازاي. انا محتاجة القوام يبقى متماسك في نفس الوقت ما يكونش سائل. هحطها في كيس وابدأ احطها على الكيكة بتاعتي كده من على الوش. حطوا بقى الكمية اللي تفضلوها. المهم ان احنا بنرجع نسويها كده كويس جدا بالمعلقه وهمرر عليها كمان سكينه في الاخر علشان تبقى متساويه علشان الطبقه الثالثه والاخيره. بعد ما بخلص الكميه كلها بدخلها على التلاجة لحد بقى ما نسيح الشوكولاته. معايا 200 جرام شوكولاته بالحليب، ويفضل ان احنا نستخدم شوكولاته بالحليب علشان تاخدوا افضل نتيجه. سيحتها على حمام بخار وحطيت عليها معلقه كبيره من الزيت، دوبتهم مع بعض وابتديت بقى اغلف بيها الكيكه بتاعتي من كل الجوانب كده بعد ما طلعتها من التلاجة. وبصفيها في الاخر واطلعها كده على ورق الزبده لحد ما الشوكولاته تنشف. ضروري بقى ان الجناش ده يكون بارد تماما علشان ما يسحش لما ندخله في الشوكولاته، والشوكولاته كمان ما تكونش سخنه قوي، يعني نستنى عليها كده دقيقتين كده لحد ما تهدى شويه علشان ما سيحش الجناش بتاعي ويديني الشكل النهائي ده. حجم قطعه الكيكه اللي انا عاملاها دي اكبر بكتير من اللي بتتباع في السوق. انا عملت منها 8 قطع بالشكل ده. طعمهم حلو جدا وشكلهم كمان لذيذ. وعايزه اقول لكم بقى انك ممكن تاكليها كده زي ما هي او بقى تحطيها في الميكرويف من غير ما تقلقي عليها خالص لانها ما فيهاش اي مواد حافظه. بشيل بس منها الورقه واحطها كده ادخلها في الميكرويف من 10 ثواني او تزودي بقى زي ما تحبي لحد ما تسيح. وتجربيها بقى وبألف هنا وشفا. فكرتها سهله وبسيطه وطعمها حكايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، وما تنسوش اللايك والشير، وبالهنا والشفا.